يا سلام يا سلام يا شباب الحلوين يا زباين الكرام. اليوم عندنا كبة بالدجاج. هذا العجينة حقه عن طريق البرغل. شغالين في عجينة الكبة. هذا البرغل نحط فيها شوية موية دافئ، نحركه إلين ما يمتص الموية. بعد كده نرجع نحط المكونات. وهذا هو عجينة البوف بطريقة الحجازية. بس المادة اللي أنا حطيت أنا ما أعلمكم. بس والآن نلخبط نضبط. هذا هو عجينة الكبة الحجازية. يلا يا معلم كوثر، يلا ضبط لنا. هذا طريقة العجينة الكبة. بعد شوية نرجع نحط لهم دقيق. حط شوية. يلا اخلطوا. هذا هو طريقة العجينة الكبة بالطريقة الحجازية، أصل الأصول. مية مية. ممتاز العجينة ممتاز. لا في والله الله يحفظك. يلا يا كوثر دحين نحط ملح. الملح لازم عشان بس. يا سلام. الخلطة حقت عجينة الكبة محمد كوثر هو اللي يعرف، هو اللي يضبط. ما عليه، الأمور كله تمام. بس كيف الملح كثير ولا قليل؟ لا كويس. إلا أخذتها كمان ما؟ لا نزود شوية ملح. لا ضبط. شايفين كيف صار؟ إذا نحتاج شوية نحط له دقيق يا كوثر. شوية دقيق. يلا حط. هذا معلمنا من زمان، له دحين كم 17 سنة يا محمد؟ ايوه 17 سنة. أهم شيء الشغل يكون نظيف، كل شيء يكون تمام، والباقي على الله. بالقسيم وبعدين يصير بالمكة كل ما قلنا. محمد كوثر خلاص تمام. ما نحط له شوية ملح كمان شوية. ملح جاهز خلاص تمام. يلا شكرا لك.